ربنا سترك مش لأنه مش قادر يفضحك، حاشا لله. الستر ده رحمة عظيمة، فرصة جديدة من ربنا ليك عشان تتوب، تتغير وتصحح مسارك. الستر ده رسالة انه لسه في امل، لسه قدامك فرصة ترجع. تخيل ربنا عالم بنية العاصي قبل ما يعصيه، وعارف قد ايه بيخطط انه يعصيه بعيد عن عيون الناس، من غير ما يفكر لحظة ان ربنا شايفه وقادر انه يمحيه في لحظة، ومع ذلك ستره، يمكن يفوق ويرجع. تخيل في اكتر من كده رحمة. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقى عليه بستره، فهو الستير وصاحب الغفران. لو عصيت ربك وسترك، استحي وارجع، واشكر فضله ونعمته عليك انه سترك عشان يديلك فرصة انك تتوب، ودي في حد ذاتها محبة.